سلام مرحبا بكم في وصفة جديدة على قناتي. الوصفة تاع اليوم راح نديرو عجيجة سردين مرقة بيضة. هاد الوصفة خاصة كي يكون عندكم سردين صغير ما يصلح لحتى حاجة غير العجيجات، هذه راح تساعدكم وتجي بنينة بزاف. بلا ما نطول عليكم نجوزو الوصفة تاع اليوم. واش نحتاجو؟ عندنا شوية تاع سردين منقي، هذاك رقيق، هذاك السردين رقيق. غادي هنايا حبه بصل مرحيه رقيق ولا مربيه كيما حبيتو، شويه تاع الروز مغلي، هنا راني مقطعه معدنوس ونعناع كيف عندي شويه تاع فارينه، حبه بيض، شويه تاع الثوم، توابل عندي ملح فلفل كحل وكمون وشويه تاع كركم. انا راني دايره زوج، هادي راني دايره فيها غير شويه لي بولات، وهذه الكميه هذه نديرها في لاصوص. ونبداو التحضير. نحكمو السردين ديالنا، نديرو فيه ديجا التوابل، نديرو فيه حبه تاع البيض. انا كاني دايره كميه صغيره تاع السردين، خيرت حبه صغيره تاع البيض. نزيدو شويه تاع الاعشاب، شويه رز، ديروا خلطو باش ما يغلبكمش الرز. ندير غير شويه تاع بصل هكذا برك، هكذا. هنايا من الافضل تعجنوهم مليح. هكذا خلطناه مليح، كرازيناه شويه، ونجو نزيدو عليه الفارينه زيدو غير بالعقل وخلطو بس ما ينطملكم، ما ديروش بزاف. انا دايرين ديجا الرز، ما ديروش بزاف الفارينه. هكذا يكفي. نعاود بشويه تاع زيت باش ما يسقليش في يديا، هكذا. ونجو نديرو دي بولات. ومن الافضل تخلوه شويه يرتاح في الفريجيدار باش يجيكم ساهل. اني دايره شويه تاع الزيت هنايا، نحطها تسخن ونجي نقلي فيها البصل. في نفس الوقت اني دايره شويه ما يسخن، ما تحقوش بزاف الماء، غير شويه يكفيكم. كي يتقلى مليح انا حمرته مليح، زدت عليه التوابل، شويه تاع حشاوش، حيتلقوا ريحه شابه في المرقه ويعطيوها بنه وفيتامينات تانيت وزعتره. نقلوهم غير شويه ونجو نمرقو. كي تمرقوا ما تمرقوش بزاف. هكذا ونخلوها تغلي. درت شويه زيت في المقله ونجي نقلي لي بولات دياولي. واش راح ندير؟ نعاون بشويه تاع الزيت دائما، نجي نبلاطيهم شويه لي بولات دياولي هكذا بهذا الشكل. ما تحطوهمش بزاف، ديرهمش رقاق، ونحطوهم في المقله. هاهم اللي حطيناهم في النار، نجو نقلبوهم. راني جيد وحده
على ديك الجواري كما راكم تشوفوا ما يلصقوش. حمرين تحميره خفيفه. ههم اللي حمرناهم نجو نحطوهم داخل لاصوص هكذا تحميره خفيفه. كملوا يطيبوا داخل لاصوص. نخلو لاصوص تعقدلنا مليح من بعد نطفوا عليها، وهاي لك النتيجه اللي نتحصلوا عليها. ما يشدش بزاف الوقت ويجي بنين بزاف. هذه كانت وصفه اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. ما تنسونيش بجام كومونتير وبارطاج، وحنا نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.